بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرس 4 شعلة. اليد الأصلية سليمة بس مخلوعة. اليد الأصلية سليمة اهي بس مخلوعة، فاحنا هنركبوها بطريقة تانية، بس أنا هوريكم فكرة تركيبها ازاي الأول عشان المسامير بتاعتها. فاللي عايز يركب الإزاز واليد والباب راكب مفيش مشكلة، بس انا بوسع لنفسي طبعا راجل صنايعي، فهوريكم برضو بيتخلع ازاي عشان اللي يحب يخلعه يبقى اسهل له بره. المفروض التيله ديت بتركب في الشنكل الكبير، فطبعا الباب ما كانش بيفتح للاخر لان المفصله كانت مركونه شويه يعني. ففي طريقه تانية اسهل برضو، هجيب مفك كده اهوت. المفروض التيله تركب هنا، فانا اجيب مفك من الشنكل الصغير اللي تحت ده على العتبه بتاعه البوتاجاز، وانزل بالمفك من العتبه بتاعه البوتاجاز كده يعني من تحت لفوق، واضغط على المفك في العتب. بنطر الشنكل الصغير من المجرى اللي بتعشق في البوتاجاز، بتطلع معايا على طول اهو. ادي المسمارين اهوت، صامولة مربعة صغيرة خالص. ادي دي اللي ماسكة اليد، المسمار الرفيع ده بالصامولة. بتركب فين دي بقى؟ دي بتركب هنا، دي بتركب هنا. فاللي عايز يركبها مش هينفع يركبها كده، هقول له يركب ازاي برضه. ادي اجيب مسمار اشبط فيه الصامولة وانزل فيها وانزل بالصامولة في اليد، وانزل الصامولة في اليد اهو كده تمام. ده تركيبها الاصلي. طب ما هترجع تتخلع تاني، هترجع تتخلع تاني. فهي عشان ما تخلعش، اي حد عنده يد كده يحس ان هي مهوية يجيب المسامير دي يربطها، وهي راكبة بتبقى اسهل بكتير. يربطها، ما يخليهاش انها تتهز، يربطها. ادي الناحية التانية اهيت. المفروض ان هي الصامولة دي بزقها لتحت كده اهوت للاخر، بجيب مفك كده انزلها اهي كده باتت تحت، ولكن ضعيفة، شفتها ضعيفة جدا، شفتها ضعيفة جدا. هو البوتاجاز بس بيبقى جديد، بيبقى لسه الحاجة جديدة بيقعد عندهم فترة، لكن بعد كده مع الشغل والكلام ده الصامولة دي بتبوش وبتتخلع. فانا هعمل بركب الازاز كده اهوت، واحط اليد اهي. فانا هعمل هشيل الصامولة. الفكرة بقى بتاعتي ان شاء الله تنفع تكون احسن. هشيل الصامولة كده اهوت اهو، وهخرم خرم مكان الصامولة هنا. هخرم خرم كده بالشنيور، لان لحميتها جامدة يعني كويسة عافية يعني. واحط مسمار سن صاج يكون طويل يطول السن من جوه في الخرم اللي انا خرمته. الصورة مش واضحة بس انا هعيدها لكم تاني برضو، انا هعيدها لكم تاني اهي كده اوضح. ادي المسمار ده هيركب هنا كده اهو من الباب. ادي المسمار اهو. انت تجيب مسمار على قد البنطة اللي معاك، يعني انت وانت بتخرم شوف البنطة معاك 3 مللي 3.5 متكترش يعني اهي. وبعد كده بربطهم اسهل ما يكون. فكرة كويسة وبتعيش احسن من المسمار ابو صامولة. ربطت كده اهو كده ربطت. هوريكم برضو فكرة تركيبه ازاي اهو. ادي الشنكل الكبير اهو، بيركب الشنكل الصغير. العلاقة بركبها فيها. الشنكل الصغير ده في علاقة، في علاقة اهي بتركب في الشنكل الكبير اهو عشان يبقى سهل معاك في التركيب. ولو معاك نقطة زيت او نقطة شحم في الجزء اللي جوه في اللي انا بركبه هنا ده، اللي هي في البوتاجاز في عجلة جوه، لو عندك حتة شحم او حبة زيت ترش على العجلة دي عشان يبقى مبقاش حديد على حديد. هتمد في عمر السوستة، هتمد في عمر السوستة اهو. لو مفيش حبة شحم ممكن حبة زيت كده، حتى زيت اكل حتى على السيخ نفسه. لو مش هتطول العجلة يعني ممكن بسرنجة تطولها، ما فيش سرنجة العجلة يبقى الشنكل الكبير اللي فوق كده تعوز ايدك شحم او زيت وتعوز الشنكل الكبير اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. الباب كده اتقفل تمام. ما تنسوش لايك وتعليق جميل من حضراتكم،
وعند اي حد عنده سؤال يبعت لي على الواتس ان شاء الله، ابعت له الفيديو ممكن يصلح البوتاجاز بنفسه ان شاء الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.